يا صباح الجمال، يا صباح العسل. بصوا بقى، احنا ايه، انا عملت لهم ايه، قمح بالله يا جماعه. نقعته وبعد كده في نقعيه قبلها بيوم وميه عاديه خالص، وحطيه في التلاجة عشان الجو حر، ما ايه، ما يعملش معاكي ريموفيد والكلام الفاضي ده. بصي كده، اللهم بارك اهو. عملت ايه، القمح الجديد اهو. بصي كده، اللبن بقى وغليت اللبن. مش تعرفوا هم صراحه ولا مش صراحه، عشان ما اعملهمش ايه لانش بوكس يا جماعه. ما عندناش حاجه لانش بوكس، جبن وحلاوه بس، ما عندناش عيش عشان نسيبه. تمام كده. قمت بقى اعمل لهم ايه بقى، اعمل لهم بليله عشان يسد معاهم طول النهار بدل البيضه، عشان البيضه ب5:30. تمام كده. قلت لهم اعمل لكم لانش بوكس كشري، قالوا لي لا. مش عارفه ايه العيال دي، مش عارفه بيضحكوا. تمام. بص بقى بجد، ادي القمح العاشوره، نتكلم بقى بجد شويه. ادي قمح العاشوره يا جماعه اهو. بصي، طبعا ايه، سلقته لسه سخن واللبن غليته، يعني ما خدش ربع ساعه على النار، عشان منقوع كويس. منقوع كويس بميه من الحنفيه عادي، او انقاعين بميه سخنه زي ما انت عايزه لو مستعجله عليه. لو مش مستعجله، انقعي عادي بميه ساعه قبلها بيوم. الكلام ده كله انا كنت جايباه بقى قبلها بكام يوم، وحطيته في التلاجة ما نقعتوش. فجيت بقى رحت نقعاه طبعا بدل ما اشتريه من بره. بصي الحبايه بتاعته عامله ازاي، ما شاء الله. بدل ما اشتري من بره ومزود رز ومزود مش عارفه ايه ولا الكلام ده كله، فروحت جبت ايه، بننقعه، بنجيبه ننقعه. تيجي تنقيه وتنقعيه وتحطيه في ميه يتنقع، بعد كده تغسليه كويس كام مره كده، وبعد كده تحطيه في ميه على النار. تمام. بص بقى كده، اللهم بارك يا جماعه اهو. انا طبعا يعني بصي ما شاء الله يعني، بصي كده اهي. يعني كوبايه ما شاء الله، تحط لهم كوبايه قمح زي كده، وتحطي عليها اللبن. اللبن برضه سخن لسه مغلي، حلو قوي ومفيد للاطفال والكبار لاي حد. طبعا في الشتاء بيبقى حلو جدا عشان السقعه.